بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الخير ويا صباح النور، يعني على حسب ما بتشوفوني. أهلا بيكم في قناة يوميات عائلية. لأول مرة تشوفوني، أنا أم زياد، ودي قناة يوميات عائلية بقدم فيها كل الروتينات من أول ما بنصحى لحد ما بننام واليوم العادي بتاعنا. النهاردة هعمل لكم عجينتين مختلفتين للمخبوزات، يا رب تعجبكم ويبقى سهل عليكم. هيحتاج أول عجينة كوبايتين زبادي، معلقة ملح صغيرة خالص، 3 معالق كبيرة سكر، 7 كوبايات دقيق، كوباية زيت، مع كيس خميرة. تمام، وهنبتدي ان احنا نعجن. وبرضو شوفوا المقادير معايا وانا بعجن. هحط الاول المواد الجافة اللي هي الدقيق 7 كوبايات، ومعلقة ملح صغيرة خالص، وست واربع خمس معالق كبيرة سكر، وعلبتين الزبادي. لو هتحط زبادي من اللي هي البلدي الكبيرة دي يبقى مع كوباية واحدة، مش صغيرة يبقى كوبايتين. تمام، وهحط كمان ربع كوباية زيت، او لو الكوباية هتعيرها بكوباية صغيرة يبقى كوباية صغيرة ملان. هنزل الاول بالمكونات الجافة زي ما شفتوا، وبعد كده بالزيت. تمام، وبعدين هنزل بالمية الدافية، هنزل بالمية الدافية سنة سنة. مش هقول لكم ان هي تاخد كوباية ولا 2 ولا نص ولا اي حاجة، عشان حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه. ممكن العجينة تلم معاكي مع نص كوباية مية، المية تكون دافية. ممكن تلم معاكي مع معلقة، مع كوباية كاملة. ممكن تلم معاكي مع ربع كوباية، على حسب الدقيق بتاعك عامل ازاي. بس ان شاء الله مش هتكملي الكوباية يعني. لو مشيت على المقادير دي مظبوطه، هتفضلي تعجني فيها كده لحد ما ايديكي تبقى نظيفه زي ما انتوا شايفين، وكمان الحاجه اللي انت بتعجني بيها نظيفه. انا خدتها عشان اتحكم فيها كده على الرخامه، وفضلت نازله عليها بقى كده ايه، زي اللي ماسكه واحده متضايقه منها وعماله اديلها في وشها زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هسيبها بقى، هلمها واسيبها تخمر. وديت اول عجين. انا مش هعجن الاتنين مع بعض عشان ما تتوهوش مني، وعشان تبتدوا حاجة حاجة. ولو انت عايزة تعملي حاجة واحدة مفيش مشكلة. بس انا بقى قلت هي عجينة عجين، وهولع الفرن، والحشو هو جبنة. فانا قلت انا هعمل عجينتين. في بيحب العجينة اللي انا عجنتها دي، وفي بيحب العجينة التانية. هاجي بقى للجبنة. الجبنة دي جميلة قوي يا ولاد، اللي هي اسمها، مش فاكره اسمها ايه يا ربي، اللي هي بطعم الجبنه الرومي دي، جميله قوي. تمام، جبت الجبنه وهرستها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها شويه زيت. كانت العجينه خمرت، إيه يعني ما خدتش، قولي مثلا هتاخد ساعه. تمام، انا بضيع الخمر بتاعها كده زي ما انتم شايفين، عشان اعرف ايه، ابقى شغاله براحتي. طول ما انت سايباها بالخمر بتاعها هتفضل تخمر وتخمر وتخمر، انما انا بضيع الخمر بتاعها كده عشان اعرف اتعامل براحتي. هتقرصيها او هتقطعيها على حسب الحجم اللي انت عايزاه، بس خليها صغير عشان تبقى اللقمه بلقمتها كده، يعني حاجه صغيره زي ما انتوا شايفين اهو. قطعيها زي ما انت عايزه بقى، بس خليها تبقى صغيره. المقاس اللي انتوا شايفينه ده بيبقى حلو قوي. بس مش محتاجين حاجه تاني، ومش محتاجين اكتر من كده. وانا شايفاها ان هي بالجبنه بتبقى احلى. زي ما انتوا شايفين قطعنا العجينه كلها اهو. المفروض بقى هنسيبها برضو ترتاح شوية. احنا ما تنسوش ان احنا ضيعنا الخمر بتاعها، عشان تبقي انت شغالة براحتك كده وسبتيها ايه تريح. عما تعملي مثلا تحشي واحدة واحدة، تكون التانية خلاص إيه، يعني خدت برضو راحتها في الخمر تاني وكده. هغطيها بقى، بس غطوها بقماشة إيه او فوطة مبلولة، عشان إيه وشها بيقشر بسرعة. زي ما انتم شايفين اهوت. فردت العجينة، واحط بقى الجبنة اللي انت عايزاها. عايزة تحطي ميكس جبن مفيش مشكلة، عايزة تحطي برضو عجوة مفيش مشكلة، عايزة تحطي جبنة قريش، اي حاجة بقى انت عايزة تحشيها احشيها زي ما انت شايفين كده. وبصي، وعايزة تعمليها اي شكل برضو اعمليه. ده شكل زي المثلث كده. الطريقة ديت انا كنت واخداها من شيف نادية السيد.
بصراحة بتعمل حاجات جميلة، وحاجات بتبقى سهلة ومش مكلفة، واي واحدة تعرف تعملها في البيت. زي ما انتم شايفين اهو، انا زيكم وزي اي واحدة إيه واحدة ست يعني ماسكة البيت وعايزة تفرح اولادها، بتدور على حاجة حلوة تعملها لهم كده يعني. وبرضو بجرب حاجات بشوفها من على النت كتير، وصفات لناس تانية. مش شرط ان انا اكون انا اللي عاملاها او انا اللي مخترعاها يعني، فاهمين؟ بتعجبني وصفة بقوم عاملاها، فبوريكوا برضو الوصفة دي عجبتني. خلصت الكمية اللي معايا وسبتهم برضو يرتاحوا. انتي عم بتخلصي اول واحدة، تمام، وتحطيها وتيجي تعملي الاخر. اخر واحدة بتكون الاولانية خمرت والتانية خمرت والتالتة خمرت لحد اخر واحدة. جبت بقى ايه؟ صفار بيضتين، وعليهم معلقة رشة فانيليا او معلقة خل صغير، ودهنت وشهم زي ما انتم شايفين كده. عايزة تحطي سمسم حطي، عايزة تحطي حبة البركة تمام، مش عايزة تحطي اي حاجة ما تحطيش، بس هما يبقى شكلهم حلو، يبقى شكل المخبوزات اللي بتجيبيها من الفرن كده، ويعني بتخلي الولاد يحسوا ان انت عاملة حاجة مختلفة وشكلها حلو. تمام. ومش عايزه برضو تدهني وشه بيض، مفيش مشكله لو الناس اللي بتخاف، بس والله ولا فيها زفاره ولا فيها اي حاجه. حطيتها في الفرن. وبرضو مش عايزه تحط ورقه زبده، مفيش اي مشكله، بس انا كنت بجرب الفرن لان كان بايظ وصلحته، فخفت عشان ارضيته يعني وكده. ولعته واستوت وتمام، كانش خد لون عشان كنت مغطيه الشعله اللي فوق. فعليت الشعلة واديتها لون، بقى اللون اللي انا عايزاه، واتحكم انا في اللون من على الوش يعني باللي انا عايزاه. اهم حاجة تكون هي استوت تمام، والارضية بتاعتها مستوية وكله تمام. بتحكم انا بقى في اللون من فوق، مفيش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده، بقلب الصاج بتاعي عشان كله ياخد لون ويبقى بالمنظر اللي انتم شايفينه الجميل ده. كده خلاص. ودي كانت الكمية اللي انا عملتها من 7 كوبايات دقيق من كيلو دقيق. تمام. وممكن تخلصي، كنت تصغريها عن كده، وممكن كنت تكبريها عن كده. بس هما برضو عملوا حبة حلوين. شوفي انت لو اشتريتي 2 من دول بس هيبقوا ب10 جنيه، فانت عملت حبة حلوين اهم، مفيش مشكلة. وحاجات من البيت يعني، مش هتشتري حاجة. انا اشتريت الزبادي والخمير، انما بقية الحاجة كانت عندي. زي ما انتم شايفين بقى الجبنة شكلها حلو ازاي، وكان طعمها تحفة. كمان هي كده لسه سخنة، لسه بقى عم بترتاح، وبتبقى طبعا احلى من كده بكتير. وده كانت العجينة الاولى او الوصفة الاولى عشان اللي حابب يعملها. بصوا، انا بحب طالما انا هشغل الفرن واشتغل حاجة، ايه يعني ما اعمل الحاجتين؟ ايه يعني بدل ما اعمل نص كيلو اعمل كيلو؟ ما هو كده كده مجهود، وكده كده فتحت يعني هعجن، وكده كده هشغل الفرن، يبقى اعمل حاجة تستاهل بقى. زي ما انتم شايفين كده، اخر حلاوة. هاجي بقى للعجينة التانية. العجينة التانية مفيش اسهل من كده. زي ما انتم شايفين، انا بس عشان مسرعة الفيديو هقول لكم المقادير. هحط كوباية مية دافية، عليها كيس خمير، بالراحة بالراحة خالص اهو. تمام. بعد كده هنزل بمعلقة سكر، هقلبهم مع بعضهم واسيب الخميرة تتفاعل. اهم حاجة ان انت تسيبي الخميرة تتفاعل، وعشان تتأكدي ان الخميرة برضو شغالة وحلو. زي ما انتم شايفين اهو، قلبي كويس لما السكر يدوب والخميره تدوب، عشان لما تتفاعل تبقى متاكده ان هي حلوه ولا لا. وبعدين بتساعد بقى في الخمر السريع، لان انا مش هسيبها كتير يعني. غطيتها اهوت شويه كده عم تتفاعل. زي ما انتم شايفين اتفاعلت اهيت. هنزل بقى ببقيه المكونات، اللي هي ربع كوبايه زيت، كيس الفانيليا، الكيس صلصه، اي صلصه بقى، اي نوع عندك، مفيش اي مشكله. هي العجينة دي عجينة الباتيه يا جماعة، فبيحطوا عليها صلصة. هنزل بقى بالدقيق واحدة واحدة. الدقيق بقى على حسب ما انتي يعني على حسب ما الكمية تاخد معاك. انت في الاول تحطي كوباية مية، وحطي الدقيق بقى زي ما يجي معاكي كده.
ممكن مثلا تحطي 4 كوبايات 5 كوبايات، تمام، على حسب العجينة ما هتلم معاكي. ممكن تلم معاكي على طول من مثلا 3 كوبايات، تمام. فانا العجين ده بالذات ما اقدرش ان انا اقول عليه آه، مقادير الدقيق، عشان الدقيق بيختلف، وانا شغاله بالدقيق اللي هو بتاعنا بتاع الدقيق البلدي ده. شايفين العجينه بتبقى سهله وناعمه جدا، بتبقى ناعمه قوي بس ما بتلزقش في الايد. هحط بقى على وشها شويه زيت كده عشان ما تقشرش، واغطيها بحاجه بلاستيك او اي كيس، او ان شاء الله كيس تلاجة. وبعدين هغطيها بقى بحاجه تانية زي ما انتم شايفين كده. خلاص خمرت اهي، متاخدش برضو وقت، ضيعت برضو خمرها عشان اعرف اتعامل معاها براحتي، ما بقاش مثلا قلقانه اللي هي اتخمرت او حاجه. إيه، وانا شغاله براحتي خالص، بقطعها صغيره خالص خالص زي اقول لكم زي ايه، زي الليمونه كده. مقاسها بيبقى زي مقاس الليمونه كده. تقعدي بقى تقطعيها زي ما انت عايزه بالراحه، على مهلك خالص، وهي ما يعني مش ما بتجرالهاش حاجه، زي ما انت شايفه كده. بحطها بقى بقطعها زي الليمونه زي ما قلت لكم المقاس ده، او انت عايزه تكبري مفيش مشكله. بس ما تنسيش اللي هي لسه هنسيبها ترتاح بعد ما تتقطع، وهنرجع نسيبها ترتاح بعد ما نخبزها، فعما نحطها في الفرن. فانتي وراحتك برضو. بس انا بقولك الحجم التمام زي حجم الليمونه كده، واكبر سنه صغير. برضو هحط الجبنه زي ما انتم شايفين، بس المره دي مش هعملها مثلث، المره دي هعملها يعني طويله عاديه كده، زي الشندوتش العادي كده، مفيش مشكله. وهنقفلها، واهم حاجه تتكي على القفله دي جامد عشان ما تفكش منك. واما تيجي تحطيها في الصاج، تحطيها على القفله عشان ما تفكش منك، تمام. زي ما قلت لكم اهم حاجه تضغطي على القفله كويس جدا عشان ما تفكش منك، والجبنه تسيح وتطلع بره. دي اهم خطوه. شايفين؟ قفلي عليها جامد جدا، وتأكدي ان هي مقفولة من الطرفين من ناحيتين. هتفضلي بقى تعملي كل الكمية زي ما انت شايفة كده، وتحشيها كلها. وانتي برضو زي ما قلت لك، اول عجينة بتحطيها بترجع تاني تخمر تاني، وبتاخد راحتها بقى. تيجي تحطها في الفرن، تلاقيها مستوية، وتلاقيها واخدة راحتها في الخمر، في كل حاجة، مع التقطيع وبعد الخبيز وبعد الحشو وكل حاجة. انا بحاول اوريكم كام واحده اهوت عشان تبقي متمكنه وفاهمه يعني هي ايه، تتربط ازاي، تتقفل ازاي كده. لو حطيتيها على وشها هتتفك. اهم حاجه تقفلي على الرابطه جامد كده، على القفله بتاعتها يعني، وتحطيها على القفله في الصاج اللي انت هتعملي فيه. برضو سبته. شايفين لو انت تحسوا يعني ان حجمه يعني خد برضو راحته في الخمر، وحجمه تضاعف وكبرت. برضو نفس اللي انا دهنته بالعجينة التانية هدهن بيه العجينة دي. العجينة دي ميزتها ان هي حمرا فيها صلصة، تمام. وبتبقى عجينتها ناعمة، عجينة الباتيه يا جماعة. الباتيه اللي هو البوريكس، معلش. إيه، بيبقى صغنطوط كده، اصغر من الحجم اللي انا عاملاه ده كمان. يعني الواحدة من دي تعمل 2 ملي في الفرن، اللي احنا بنجيبهم في الفرن. بس انا بحبها كبيرة كده، بحيث ان ايه، اللي ياخد واحدة تبقى حلوة بس عليه، بدل ما ياخد كمية يعني. ياخد واحدة، ياخد 2. بتبقى سهلة كده، وانتي بتاكليها مع كوباية شاي، غير لما تبقي واخدالك شوية حلوين في ايديك صغيرين كده. زي ما انت شايفة، حطيت حبة البركة وكده. خلاص هتخش الفرن. هحطها برضو في الفرن براحتي على نار هادية، تستوي من تحت وتستوي من فوق براحتي خالص. ما تستعجليش عليها. شايفين حجمها عماله يتضاعف ازاي؟ كل ما تستوي كل ما حجمها بيكبر وتبقى حاجه حلوه. طبعا انا مهديه النار برضو من فوق زي ما قلت لكم، لحد ما الاقيها استوت والارضيه بتاعتها تمام. بعلي من فوق واحمر انا بالطريقه اللي انا حباها، او بالتحمير اللي انا عايزاه. عايزاها حمر عن كده، عايزاها بيضة عن كده. انا بتحكم في الحمار بقى بمزاجي انا، زي ما انتم شايفين. وديت كانت العجينة التانية، وحاجة في منتهى الجمال والحلاوة، مفيش حاجة فكت. وما تشيلهاش وهي دلوقتي يعني، اما تطلعها من الفرن سيبيها ترتاح شوية. شايفين الطراوة وال يعني الطراوة وايه،
طرية ولينة. سيبيها اما تهدى شوية وبعد كده طلعيها، هتطلع بسهولة. انما لو طلعتيها وهي سخنة هتبقى لازقة في الصاج وتتكسر منك ولا حاجة. وده كان الفيديو النهاردة، ويا رب يكون سهل وبسيط عليكم وتكونوا استفدتم ولو حاجة بسيطة. وكل سنة وولادكم طيبين. ودي حاجة بسيطة عشان المدارس وعشان الفطار الصبح. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في اللايك. بحبكم، مع ألف سلامة.